مشاهدي قناة رؤيا، أهلا وسهلا بكم معنا في فيزيون سبور اللي راح نقدموا فيها أهم الأخبار الرياضية. بداية بأخبار رابطة أبطال إفريقيا، أين تمكن مولودية الجزائر من حسم تأهله إلى الدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع مستضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بدون أهداف يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. هذا وضمنت المولودية بذلك التعادل المركز الثاني في المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة أمام يانغ أفريكانز التنزاني الذي ودع المسابقة بحلوله في المرتبة الثالثة. فهنيئا لنادي مولودية الجزائر. وفي نفس المنافسة فشل نادي شباب بلوزداد الجزائري أمسية يوم السبت في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور الثاني من منافسة دوري أبطال إفريقيا ليقصى من دور المجموعات قبل النهاية بجولة واحدة. وتكبد ممثل الكرة الجزائرية الخسارة بنتيجة 2 مقابل هدف أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي. الإقصاء تاعنا كان شوية صعب، ما قدرناش ربما نتقبلوه، ولكن المقابلة الأولى هي أهم شيء. نظن باللي الإقصاء تاعنا كان في المقابلة الأولى ضد فريق أورلاندو بيراتس هنايا في 5 جويلية، وين افي لا بوسيبيليتي سي مونا في ان سول ماتش نيل. جو بونس كو المقابلة تاع كانت لنا ربما مقابلة اللي قادرة تسمح لنا باش نتأهل، ولكن جات في ظروف شوية عادية صعبة شوية. وفي منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف، نجح اتحاد العاصمة في ختام دور المجموعات في تحقيق فوز ثمين على ضيفه جراف السنغالي ب2 نظيفين في مباراة جماهيرية على ملعب 5 جويلية الأولمبي. هذا وجاء الحسم في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث افتتح باب التسجيل الهدف الأول إسماعيل بالقاسمي في الدقيقة 80 ليؤمن سعد رضواني الفوز بهدف ثاني في الوقت القاتل بعد تمريرة متقنة من اللاعب ريان حروز. وبهذا الفوز أكد اتحاد العاصمة صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، محققا 4 انتصارات وتعادلين في مشوار يعكس طموحات الفريق للمنافسة على اللقب. في المقابل ودع جراف السنغالي البطولة بعدما كان يحتاج للتعادل على الأقل لضمان التأهل. فمبروك لاتحاد العاصمة. الحمد لله، توفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. كملنا المرحلة الثانية خلينا نقول من الكاف. المرحلة الأولى كانت ضد الملعب التونسي، والمرحلة الثانية في دور المجموعات تعتبر بالنسبة لنا احنا معناها إيجابية جدا. جبنا 14 نقطة من أصل 18 ممكنة في المجموعة هذه. اليوم شفتوا معناها الفريشور فيزيك كانت موجودة، هذاك أهم شيء اللي بحثنا له طيلة ردهات الأسبوع هذا بعد مباراة بوتسوانا، سواء في تحضير مباراة كاس ولا في تحضير مباراة اليوم ضد جراف. فريق منافس معناها كان محترم جدا، غلق لنا تقريبا كل المنافذ في الشوط الأول. احنا ساعدناه على ذلك لأن لعبنا برشا كور طوال، وهو كان متمركز تقريبا في الثلث الأخير متاع الملعب. في الشوط الثاني حطينا الكرة في الأرض، دخلنا أكثر على الأطراف، دخول نبيل أعطانا حيوية أكثر في الجهة اليسرى، والحمد لله جبنا الفوز، وفوز مستحق. ومن جهة أخرى سقط شباب قسنطينة زوال يوم الأحد في فخ الهزيمة أمام نادي سيمبا التنزاني في ملعب دار السلام بثنائية نظيفة، ليضيع بذلك ريادة الترتيب، مكتفيا بالمرتبة الثانية وحسمه تأهل رسميا إلى الدور القادم.
المحلية تضرب لكم الرابطة المحترفة الأولى موعدا مليئا بالحماس والتشويق في مباراة متأخرة عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى بين فريقي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة هذا الجمعة على الساعة 6 مساء، فبالتوفيق للفريقين. ومن هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية أخبارنا لنهار اليوم، وإلى اللقاء.